الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس 46 في دروس فقه السنة النبوية. الموضوع بوسمي رضا ربي سبحانه القضاء. التمهيد ذي التمهيد اش الدينيغ ما شاء ربي سبحانه استضافنا في هذه الحياة. قرا ذي نفقاون إنفقي ماشي ذوني ذومن ذي نفقاون ذي دار الدنيا ذي الدونيث نساد ذي عزافن أخام القرار أخام اللاصل ماشي ذي واقين الدونيث، وربي يحصى يزرع باللي إمذانا قد يسانر الدونيث هذ السعون أهورا، هذ السعون خصومات لي كونفلي مشكلات، هذ مخلفا في تريكا، هذ مخلفا في ثمورث، هذ مخلفا في ثليسة، هذ مخلفا ذي الأموال سعى الشركة سعى اللوزين سعى التجارة. الخلاف إلا كل أنواع الخلافات، أما ذي المجال المدني الكوتي سيفيل، أما ذي المجال التجاري ذي الكوميرس، أما ذي المجال الجنائي ذي البينال، أما ذي المجالات ذي كل ثمسات أسعون الخلاف، أسعون الخصومات، أسعون النزاعات. دائما ذي المقدمة بلا شك، ولكن هل إجاني مذانا هذا عيش ديال الفوضى لا نارشي فوضى، خدمة كنت تبغيض، الحوا كنت تبغيض، الدماشو تبغيض، الجاشو تبغيض، التعدي فين فيه تبغيض، تشي لحق بوين تبغيض، خاطي ربي سبحانه يبغى يسرس النظام، يفرض النظام ذي الفايدة بمذان، ذي الفايدة نتوذرثيس من اللهنة نتلويث من السعادة من السكينة. دائما ذي المقدمة الدينيغ العدل أساس الملك، يعني وين يفغان أتدم تذرثيس دي الملك إلى قذيلي جيست عادل، وربي سبحانه عز وجل حكم عدل. لذلك يروى عن الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه نفذر داولة في موضوع بدل المسلاي في الصحابي الجيل عمر، إند أكثر من ذكركم لعمر. هذا تصف عمر بن الخطاب، عمر الفاروق سيسيك فرق ربي بين الحق والباطل، فإن ذكرتموه ذكرتم العدل. ميد فذرم سيدنا عمر أدفذرم العدل ومي الصرصار في ركيزينيس ذي الحكمينس ذي الوقتيس ذي العهديس. فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل، وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل سبحانه. مثل مكتمد العدل أد مكتم ربي سبحانه عز وجل، خطر من أسمائه الحكم العدل. دائما ذي المقدمة أديني غير مثل نطاس في عدا الباطل جمن اشتاقا العدل سورتو فين يعدا الباطل يقرا يون مسناو يون يوري الزمير هذه السين ذا شو المعنى يس الباطل سوى ما يعدا في الناس. أمي ما وري الزمير هذه السين قيمة الله سوى ما يلوز وين مي ثروة عبوط وري الزمير هذه يهضر في اللاز لفذا ثروة عبوطيس ورسينا راه اللاز ويقسلنا دي فكرة ديفينيسيون التعريف ان اللاز وين يلوزن ويقزمرنا دي مسلاي في الظلم وين في عدا الظلم وين في عدا الباطل الرزاي. لذلك أطاس قمذانا يعدى فلسان الباطل أشحال يمس باطليا إقلا قذيلين أن داخل العقوبة تعاقبان ذي عدي فلسن الجزاء، ولكن للأسف براء تعيشين ذي ثالويث لهنا. وذا مكن لنا الأبرياء لي زينوسون أبرياء
يتعدي في اللسن الباطل من الجهات عند ترجل سي الجهة عند ترجل العدل. لذلك ربي سبحانه يزرى مثلا في عد الباطل في الدنيث إنذ لا يثنقروث، لكن دنا جماهير المفسرين جمهرة المفسرين أن لا يثنقروث في دين الزنا في محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة أواخر سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقوذث السنقارو ذياثو غلما ربي سبحانه أم كل يوم ذيو الجزاء ينس أين زرع كان ذي الدنيا ثرى مير ذي الأخرث وهم لا يظلمون. أما كان ربي دي قال اطمئنوا تهنيث الباطل إذ جرفهم في الدنيا الظلم إذ جرفهم في الدنيا أريد تعدي في اللون ذي الأخرث لا جوستيس ديفين محكمة العليا محكمة الرب سبحانه عز وجل. أما كان ذا غير والنظام ذي الإنسان للأسف أتفضل الإنسان ما يدفلس الباطل يحمل العدل ما تساغر يخذ من الباطل نو خاطئ بالعكس في كل شيء باش الباطل هذه اللي يفد إزمر يفك الرشوة إزمر ديال الذمم ديال ثير ركزاك قرقازا أديال مثلا أراس يخدم نفوذ باش الباطليس أذيذوم صافي ما يدفلس الباطل يحمل لا جوستيس يحمل العدل ماذا تساغر يخدم الباطل يشره العدل. لذلك يقول الحكيم الإنسان غريب الأطوار يحب العدالة مظلوما ويبغضها ظالما. تكفى المقدمة ثلاث بذوغ نقطة مزوروث. أولا التعريف بالقضاء ألف با ألف لغة با اصطلاحا. ما رديني لغة أين يعني اللغة لا تيرمينولوجي دي اللغة دي المصطلح أصل المادة مادة قضاء. قضاء يقضي قضاء معنى حكم وجمع القضاء أقضية أو الأقضية قضاء جمعه أقضية وقين يعني اللغة. ولكن إلا قرنت باللي كلمة القضاء ساعة تصل معاني يوم بول ولكن تصل معنا ثيك ساعة أطاس ساديبون على حسب السياق عند دياس المعنى أتفهمه على حسب لا فراز الجملة مغلي سيركونستونس عند ديوسا ووال أتفهمه المعنى أتفكر بعض المعاني. المعنى غمزوارو ذاك اللغة اللي قرنا اللفظ المشترك يحتمل أكثر من معنى. المعنى أمزوارو إحكام الشيء وإمضائه ما الذي يون يعني يحكم القبض على الشيء. لذلك رب سبحانه في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل إناد أكا المهم سورة الإسراء الآية صار 4 إلى المعنى والسين المعنى يس الإرادة لفغي إناد ربي تقيوث الآية في سورة العمران الآية 47 إناد إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ربي ما يبغى أذي ضرو يون الأمر أتصدروا يوثن تغوسا أتصدروا أسيني كن فيكون. إذا قضى أمرا ما يبغى ربي أتصدروا يوثن تمثالت يون الأمر فإنما يقول له كن فيكون. وقيل المعنى والسين. المعنى والثلاثة الفراغ والانتهاء من الشيء ما خلاص شغلني قضير في الناس كفير شغلني كفير تفكرت. ربي ناد في سورة يوسف الآية 41 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني يفرش ولا إنسان خلاص انتهى منه. إلى المعنى ويبقى نسمعنا الإلزام عندنا لوبليغاسيون الإلزام يسد في سورة الإسراء الآية 23 ربي ناد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ربي قضى معناه الزمنا أوبليجي بالإلزام إلزام ربي نك إيلاق أتعرف ذم ربي يون وذا أتضو عن الوالدين الول وسنت خدم الإحسان. إلى المعنى ورض معناه الأداء أدي فلان مثلا تظليث
وري الزولار ديالو تظليتيس أسين قضو تظليتيش قضو أدي صلاتك غادي نضو وري الزويو زمرا غاسي يونس يومين ديال رمضان أسين هذه قضو والساني قتشا ديال رمضان سلعذر يقضاثن قرنص القضاء ذاكي القضاء معناه الأداء نغيون ما يسعى الدين يخلص الدينيس قضاء دينه معناه يخلص الدينيس أدى دينه لم المعاني ثيا ثاقي باش ودينا فقط مثلا المصطلح أمسلاي ذي تعرف أما كل لغة ثكثيض بيان سور طبعا أتفضي ساعة تصل المعاني مي مشى تفهمض على حسب ما كدير لي سيركونستونس معناه الظروف الملابسات على حسب السياق إلى المعنى وايض معناها الحكم غدا قال نحبس معناتها قضاء معناه حكم القضاء معناه الحكم قضى القاضي في مسألة معينة معنى حكم القاضي يقضى ذيك يوثن تمسات معنى يحكم ذيك الس يطرونشي فرات سي الجوجمون يسوفغ ذيك جوجمون يسوفغ ذيك حكم ان جوجمون ثورة نفهم أين يعني اللغة ألف باء الاصطلاح الاصطلاح ذي شو المعنى يسفكن الفقهاء ذي الشرع النغ أدفكر بعض التعريفات دي ديفينيسيون ثم زواروث يون من الفقهاء المالكية اسمس ابن رشد وكي فقيه مالكي المذهبين المالكي يكتب طبقا في ثمورة الجزائر ذا شو دينا إن هذا القضاء معناه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام وقيل معنايس مرادين ذا القاضي يحكم المعنايس يبيد الحكم يلان ذي الشرع ويطبقيث خاطر ماشي يطبق السلفغيس أكن يتولي ثامسالت خاطي إلى قد يوي هذه سعود الريفيرونس أمثلة ذي لا جوستيس النغ لو جوج كيني لو كود سيفيل لارتيكل كذا وكذا نغ لو كود بينال لارتيكل كذا وكذا إلى قد يسعود ريفيرونس هذه سعود اون لوا أري يطبق هكا ماذا نسمسي في القضاء ديال الإسلام ابن رشد إنه إخبار عن حكم شرعي الحكم لان ذي الشرع ولكن على سبيل الإلزام وقيل تعريف ابن رشد المالكي فقهاء الشافعية المذهب الشافعي الفقهاء السنة شو دلنا الناد القضاء هو فصل الخصومة يعني ان كونفلين غنليتيج الخصومة يلان أفصل ذكس القاضي أذي فصل ذي ثالوث ثني بين خصمين أو أكثر يرسل لي زادفيرسير سين يخصمن نغا أكثر بحكم الله تعالى سالحكم يدينا ربي في القرانيس إنه غير يسام في السنن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التعريف الشافعية إلى تعريف الحنفية يعني الأحناف المذهب الحنفي يوسع أكثر يناد المعنيس الفصل بين الناس القاضي وين غير يفرون يريم ذانا يمخصما في الخصومات حسما للتداعي باش تحبس يعني لا جوستيس جالس يحبس التقاضي جالسا وقطعا للنزاع باش يخدم نهاية النزاع إقيمة سكواس عامين 3 سنين بعض القاضي هذه يفصل ذيكس هذه يحبس الشرعني القراكني هذه يحبس القضاء بالأحكام الشرعية الأحكام إلى ذي الشرع ماشي الهواينس نغص نفسيسيس نغص الفغيس خاطي المتلقات من الكتاب والسنة يعني إديوسان سي القرآن أكد السنة العين صار مزوارو ذاوال ربي العين صار ويسين ذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم لي دو ريفيرونسين قرانيين ولكن نرجو إما ولاش فيرسي قرانيك آية حديث فيوث نتغاوسة فيوث نتالوث ذاكيني ما تسي القاضي الله أعلم وخلاص إلى قد يفرو ورد في الحديث الصحيح إدينا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع معاذ بن جبل وقيا ما كان دينا فلاس لا ينواس الحديث إلى أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل تجي بارمي لي كاليتي ثيم قرانين إكسع معاذ بن جبل إفكاس ربي ثم وسني ثم قرانت
ذك وين يعني الحلال كذا الحرام يسعى لي كاباسيتي باش يفرق ير الحق ذا الباطل ير الحلال ذا الحرام يولواش يشجعيث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن يرث مورث اليمن ذا القاضي ان ياس قبل ذي يروح يخدم مثلا تيست امتحان الناس يا معاذ بما تقضي بين الناس ثورا ما تروح ذا اليمن ادرس نغور شيء يخصيما امشى ضوض يا راسن سوا شو الناس بكتاب الله تعالى لا بروميير ريفيرونس ذا ولا ربي الناس هذا ولا القران الكريم الناس فان لم تجد يزمروا التفضار يوث اللايه يسال العلاقه المشكله ني الى نجري فاسني الناس فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير السنه ينك الناس فان لم تجد يموتوا في ضرر المشكله ني وهرني ولاش ديك الحديث وسينا ردو غالغ ناسين خطره اخرى ان شاء الله نغو او الفرهم لا هكا او الفرهم كملت كل يوم تيفرك يبغى خاطي ان ياس اجتهد رايي ولا الو اجتهد رايي استخدم الا غينو اجتهد ولكن في اطار القران والسنه ذي الكادرين القرآن والسنة ولا آلو معنى لا أدخر جهدا أزخذنا ثزمرثيو الفهمينو القرايينو ثمسنينو أينو مزمر أحكم أفصل غيرسن أذفرو جرس ثقي ثورا نقطة مزورف ثورا أنه في السنة ثانيا أهمية القضاء يسكو القضاء يسعى القيمة الخط والله يسعى القيمة ما تتوهر ذاك الامه ذي كل شيء تتوهر ذي لا بوليتيك تتوهر ذي المجال التشريع تتوهر ذي الاجتماع ذي الثقافه ذي كل شيء الا الفاط الا كل شيء ولكن لا جوستيس السلطه القضائيه القضاء ما الا لاباس اذغى كل شيء لاباس اما الا ذي نتسيوغ ابانا مقران ذي نقلا ادقري سوى المحنه ذي المرثى ذير ثذرث ذير ثمايشت الأمر هذا قد حصل في كثير من الأمم ولكن مثلا ما إلا لا جوستيس تفد الخير ربح أسيض الحمد لله ما يعد في اللي الباطل إلا وان داوي الحقيو كنت سمي كثير سيوم بوال أين ضران في الوقت سيدنا عمر يونو مخلوقات الني أميسنا عمر بن العاص إلا ذي الوالي أميس هكا يبغى يحقر مثلا يروح ريون ذا قبطي ذا مسيحي ماشي ذي مسلمة مخالف القيوم بوال يفكاسو يجيفل يوثيث من بعد مخلوق الني سي نورمال لا رياكسيون ينسى شو سينا يناس أشكوك إلى عمر تظلم ضي ثوث ضي هذا الشيخ أمير المؤمنين عمر خاطر ميس على كونفيونس الثقة في العدالة ينس مخلوق اني هاي ساعة ثوياث ام ثورة ينتظم دا حقارة شيني عندي المال وعندي رجال دير 10 وقرص هذا الحديث اخرجه جزائري لا اصل له هكا ماشي الحديث النبوي خالد هكا دير 10 وقرص عندي المال وعندي رجال زرب كل شغلني ايوا ان ياس ممتكسينا سلو غايا قلنا إناس أشكوني إلى من أحببت فأنا ابن الأكرمين شتيان دا تبغيض هاوان كذب مثلا الفلاني لا بأس نوري يسار مخلوقني يروح على عمر يحكي يسلم شاهوت عمر يفكى سيني كونفوكاسيون يوث انفيتاسيون لي دو كونفوكاسيون استدعاء يا عمر بن العاص خاطر يتجوخوس يسميس فلاسيك سنذ أكثر ميس سي دي كونفوكاسيون في هذاك استدعاء ماذا وين في عدي الباطل زمر غاكوين يغسل اللغه يقاس انفيتاسيون دعوه اروح بظنت حكمت ثم شاهد سيدنا عمر ثم يقفر شغل سيدنا راه رزق قابل ان ياس رد اكن كيوثوث القصاص خطر بين في الايه ولكم في القصاص حياه يا أولي الألباب ويستخدمنا اللغة
وقال يسان العقل ذو المعقول مثل لا جوستيس القصاص سيني تفذرث الحياة يسعن السر يسعن الفنة اسمي ديبوي الحقيس ومخلوق اني فيها عدا الباطل وذا مسيحي دوال غير ماذا ولاقي ان بعدين دوالي نسام القران يغال يجريث التاريخ سلمان ذهب إنس متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا من المثرى ممذانا ذا كلام لي زيسكلاف ولكن في مثين ديرون دريانسن ولن أكل مالن أحرار عن الحرية خطر بكرميثا بذلك المقام الرفيع ولقد كرمنا بني آدم. القضاء يسعى القيمة في نقاط محددة. ألف الفائدة ثم زوروث والأهمية ثم زوروث القضاء فصل الخصومات وقطع المنازعات وإنهاء الخلاف بين الخصوم. يعني القضاء إذن تسيد الوسيلة باش هدفرون تلوفة هذا كفو الوهران هذا كفو الخلاف يعني مثلا ماشي العيد ما مخلفا نادي دروسني عدان نهضر في الصلح تشفى نخدم 6 الحلقات في الصلح نادى ربي نادى الصلح خير. نعم أوها ربي ما مخصماني مثانا نظروحان سي المؤمنين تنفرون الخير يعني الاميابل نهضرت في الله سي دروسني عدان ولكني غاوداسني مجالس الصلح ليست بديلا عن القضاء ماشي غادي يثيث الجماعه ثني قارن زيك اتفرو ثيلو فغالا ميابل اذا غالا جوستيس نغال التريبيونال لا كور لا كور سوبريم لا كور الى قبيلين في كذاكي اجهزه القضاء ضروريه لازمه. مجالس الصلح ليست بديلا عن القضاء ولكن مكمله هذه تماونت ذاك. لذلك نناد الاهميه ثم زواروث باش تفرد تلوفا يعني ذي لا جوستيس. تطبيق الحكم الشرعي سلمت هذه التعريف نعنسها القاضي الذي يطبق الحكم الشرع ينادى ربي ينادى النبي يطبق الحكم مني. جيم حفظ الحقوق لي دروا ما ولاش لا جوستيس تروح لي دروا اروح للحقوق ومقارنه قبيلي يزرفان اروح لزرفان سن الحقوق نسن حفظ الحقوق وحماية المستضعفين والمظلومين. القضاء نساري يحمينا يبروتيجين وقال فيها الباطل الضعفاء مظلومين. ذا قد في بعض الأقوال يدنان بعض العلماء مثلا الإمام أحمد باش يفقن باللي القضاء ولاية القضاء ولاية مهمة وهي من فروض الكفاية ماشي من فروض العين فظليت من فروض العين ام كل يون الى قتي الظل وحدس لو كان يتسيل الانابه اتفضي ودينا غاشي الظلي 5 شهور هذاك الظل 5 شهور سورتو قالوا استفاره كاين قلي 5 شهور قلي هالمده الظلي ثنت ابرين كيشني اكثر دغرمر نو الصلاه فرض عين كل يونات الظل وحدس. ولكن القضاء ولايه عامه هي من فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الجميع. معنى الأمة مرسالة القضاء أتسعوا لثمك مثلا ولكن ما إلا نشوية تطبق القضاء الإثم يرفع عن الأمة جميعا. الإمام الكناد لا بد للناس من حاكم يعني من قضاء أتذهب حقوق الناس مع تكتير القضاء الحقوق جمذانا الضعنت. عمر بن الخطاب شو دهنا إنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له إن سيدا والأكثر ينفع وولا في الحق ما إلا أريد وطبق قارا لا تيوري لا براتيك كني الدكولنت دال إقامة العدل معناتها ما إلا القضاء قيلا لو برانسيباكي مبدا العدل يقام عند ربي سبحانه وتعالى في العدل طاس واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ثمرات اقامه العدل شو اللي يفروي ما الى العدل يفد
التجرى العدل في الزا ذا شو اللي فريويا شو الغلاث هذا نجفذ الغلاثة مزواروث استقرار المجتمع لاستابيليتي المجتمع ديالي ستابل في السناف استتباب الامن لابي لهنا ثلويث مولاش العدل جامع تي ثلويث تيثوك الرضا الباطل العدوان الاقتلاء السرقه الى اخره الخوف مزروع في كل مكان قلا تعيشي بعض الظروف احيانا اتفضل الخوف يتوزرع ذي كل مكان الى الخوف ما يغاب العدل سياده النظام هذه النظام ولاش الانارشي ولاش كون يخدم الدوله ينس وحدس كون يخدم العدل ينس وحدس اللي يظهروا الباطل اكثر رقي المجتمع امشى في نهضه اون سيفيليزاسيون مثل لابي العدل الى اخره هذه الرقي ينواس عمر بن عبد العزيز والغرس ان شاء الله في الحلقات القادمه يسولاس ديون الوالين ياسثا في كيدا ذريم باش تخدم الصور الظهور راكو يثمذينت عند حكمه اسخدم الحصن القلعه يعني استخدم الصور اتي بروتيجي يعني تيحمي 100% اشو يصير عمر عبد العزيز ناس خاطئ اي ناس ماشي ذا الصوار يك بروتيجي ثمورث المجتمع ناس حصن مدينتك بالعدل فإن الظلم مؤذن بخراب العمران والسلام 30 مسلايا بشطاس أنا كنقارن ذا حدث بوال حصن مدينتك بالعدل خدمس الصور سلاجيتيس العدل فإن الظلم ما إذا الظلم مؤذن بخراب العمران أين يفنن ذي هود وشكند فلاس إذا عدى الباطل فلاسا في الأمة أثساد ثبرات وساند غرسة والشكاوى أسمي يخدم لونكيت تحقيق يفاض الصح يشقاسيون تفرات تحذير ثلاث أربع مسلاين إنا السلام عليكم ورحمة الله إناس لقد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت وإما اعتزلت والسلام يكفى ووال إذن دوام الملك ثقي ثمرة من ثمرات دوام الملك رقي المجتمع نهضة الأمة يقول الثعالبي وجي من كبار العلماء إن ذكر مسلم قرزن إن من مال إلى الحق مال إليه الخلق وين مال الحق الخلق أتجفض ولو النسن استمالة قلوب الناس سوى شو ماشي الظلم العدل إذا رعيت فاعدل تغض الراعي الحاكم في أي مجال فاعدل إن ادفى العدل يصلح الرعية هذا العدل ذنسا يقرزني مذانا هذا غنى ذا الحول يوثن السيرة أشكيت هذا قرزن كل يونث تفهم كانيس هذه تشلحقيس هذه قنثطيس هناك نظام تكوين للرعية ويكمل قوالينك والظلم مسلبة للنعم النعمة ظروح أنت ما إلا الظلم إلا والبغي مجلبة للنقم ما يظهر العدوان هذا سنت النقم استخطاص ربي سبحانه ويظهر المصائب إلى آخره المسنة وأنفذ السهام دعوة المظلوم وليش الدعوة يقصروح ديركت ربي سبحانه أم السهم أفلاش أم الدعاء فيني عدى الباطل يوناذي ظلم وايا وين ظلم يطص وين كني في عدى الباطل يشكو إلى الله وقد قال الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وين يظلم من غاس تصنت والنيس يطص يروى يضص وين في عد البطل ما يرفد الشكوى أتوضى ربي سبحانه والحديث صريح ينادي النبي صلى الله عليه وسلم صحيح اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب أقوال الدعاء من المظلوم ولاش جلس أكد ربي الحجاب صرح مباشرة هذا هو القول الثعالبي هذا هو أنفذ السهام دعوة المظلوم
من طال عدوانه زال سلطانه. رسالة قوية. من طال عدوانه زال سلطانه. سينتوا الامريكان الصهاينه لا طال عدوانهم، العدوان سنظول، ولكن سيزول سلطانهم يقينا عاجلا او اجلا. شر الناس انوي الشرك ديال الغشي من كفل الظلوم وخذل المظلوم. الظالم يبروتيجي تسيقرا قليل شو تسقال، المظلوم يفكى ذيك سافوس. ابو بكر الصديق المقوله الشهيره التي دي دورسني عدان خطبه ثم زواروث مقطع السيسينات: الضعيف فيكم قوي عندي. الضعيف اني روري قوي يجهد حتى اخذ الحق له، الا مسرغ الحقيس. والقوي فيكم ضعيف عندي. القوي ديون الضعيف روري ألم حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. ألم مسكسغ الحق يقبي ظلما وعدوانا. القاضي ابن فرحون المالكي وكذا من قضاة المالكية يناد في علم القضاء، خاطر هو علم في حد ذاته، يناد علم القضاء من أجل العلوم قدرا. يناد ذي العلم الجليل يسعى القدر، يسعى une valeur ثمقرانت، وأعزها مكانا أمكان يسعى عزيز عليه الشمس، وأشرفها ذكرى لأنه مقام علي. علي معنى رفيع. ومنصب نبوي، منصب من مناصب الأنبياء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قاضيا، كان نبيا رسولا بشيرا نذيرا حاكما قاضيا معلما إلى آخره. برمي الوظائف ينس أنه قاضي. يغادي يهدر يعني فوائد القضاء، يند به الدماء تعصم إلى آخره. نقطة ثالثا القضاء في القرآن الكريم. القضاء يقيم يسعى القيمة ثم قرآن ربي مسيد في القرآن الكريم. نفتح بعض الآيات يعني كلمة القضاء الحكم مشتقات القضاء والحكم. بعض الآيات مثلا في سورة صاد الآية 26 ربي ناد: يا داود، يتسمى سيدنا داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هذا الخليفة يدوني في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق. يعني فقضي بين الناس بالحق، بين الناس كل الناس. الآية ثلاثة إن ربي في سورة النساء الآية 58: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ربي ذا غير الصاد يمرض العدل. يناد في سورة المائدة الآية 49: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يعني ناسين في صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه أحكم يا اليهود أو النصارى سلحق سواء ينزل ربي ذي القرآن ولا تتبع أهواءهم، والتذارة والسلارة من الأهواء من اليهود أو كذا الأهواء النصارى. يناد في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، القرآن يعني، لتحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. احكم سواء ينزل ربي ذي القرآن وتسيلي يرى أو كذا الباطل وتدفن ديارة وتحارفارا في صحاب الباطل. لا يثنقروث في سورة النساء الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون. يا ربي سبحانه الآية عجيبة، يهضرد في قضية التحكيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يناس فلا وربك لا يؤمنون، نفي كمال الإيمان كما قال المفسرون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 3 شروط باش ربسني في كمال الإيمان، مولاش خاطئ. الشرط مزوارو يظهر ان كونفلي جالسن الى قد غنرغورك تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط ويسين وإلى قرن ولو نسن ثاني نفسيت نسن وقبلنا لا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم. مما سنتفضي السنضينا ربنا دنفي يعني أبيبريكان في كل يوم يحكم سمارة شيني كونتر كور قبل طبق الشرعي ولكن كونتر كور. حكى لهم دي موضوع الميراثي والواس أرجزني مثاسك ماس
يجا تمطوثيس اكو ذيليس اكو 5 و 8 نيس يساد غورينا كيشو دينا الشرع نكون فغار لا جوستيس يفغى لا ميابل فريضه اني غا سي فاسيل تمطوثيس تساوي 8 ضرب بيدينا يلي ستساوي النفس يسلاغي النفس يفدل وذميس يوقع عجبيت الحال يفدل وذميس إناك النفس يلي سناسيه النفس إناك كان ناس كلش ثمور ثزموث كلش إناك تجوج ناس مالقري تجوج يا أخي مازال تهليس إناك لاباس بها وتخسر ناس توجور هليس إناك نكوني ناس كوني الباقة تفضل شطح شطح إناك لعنيتي تخرن غير الشرع فتويد كنس القانون لا لوا ناس والله ما تساعد الزهر ميم القانون الجزائر كيف لا لوا 94 لو كود لا فامي كيف كندينا الشرع دينا القانون إنا شهور قبيل الشرع ورقبيل القانون فتويد تجديث تعجبيت تجديث يعني زرمزيك القبايل النجماعان وكذا 1749 النجماعان اسقان ثمطوس سنسا كراكال حضرت الزعف نتلاون ديالنا غلا نتلاقي ديال الجامعه ايوا هضر راني غاستجديث دخول في الشرع فهاد اللغه الايه قيثنا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت الشرط والسين معنى التسليم الباطني الشرط والثلاثه ويسلم تسليما معنى التسليم الظاهري 3 الشروط ديوسان دي سوره النساء الايه 65 القضاء في السنة النبوية تجي آخر نقطة في حلقة اليوم ذا القضاء الذي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق الأحاديث إلى آخره أدفع على سبيل المثال حديث مزورين النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في 2 عندما مثل زمان يحسد وايض يعني ذي السيريم حسد يعني باش ذي عاند باش ذي يفغون هذه اليوم من التسام رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق لغة بالغة ثانية لو كانت يفهم بادم ثواره سلطه على هلكته في الحق وتفنر المعنى ولكن المعنى يوني ساعة المال ينفق في مرضات الله يوضم ربي أنت يبغى ربي وكي عن ذيث السيريمة ضمن تسا أيوة نعم وآخر آتاه الله الحكمة كاس ربي ثمسني لا عقل ذي المعقول لا صجاس فهو يقضي بها ويعمل بها هذه يحكم سيس وتطبق وقال الحديث الصحيح يسوف رواه الإمام البخاري مسلم أحمد ابن ماجه والبيهقي الحديث وايض عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ياسين في يشو دينا عليه الصلاة والسلام الناس كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم كيف تقدس معنى مكاتي زيز دي ربي مكاتي طهر مكاتي في كزال ما يلا الأمة ودكي سارة الحقي ضاعا يلا دكفوس ومصفاطلي استدكس باش تفكي ضعيف رواه ابن حبان الحديث وايض عن عمرو بن العاص ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد القاضي الحاكم ما يحكم يرسل اجتهد ثم أصاب يبوتي تسواسوا يحكم العدل فله أجران يسعسين لجور ذي مقرانين وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ يحكم ولكن يغلط يشر فله أجر حديث متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري ومسلم مع نتساوى تشجيع خاطر كل زر يمدانا إذا شو المعنى القضائي قال صافي كيمك جابر الحكم غير يمدانا الله راه ولا سي لا جوستيس إما الغشير ولا كسي لا جوستيس صافي ولا يحكم ونسافر من با ان جوج اللي يحكم غير يمدانا خاطر سلام الحديث المهم يجتهد هذا يخدم مجهوديس إلا حديث واضح النبي صلى الله عليه وسلم وكي وعر شويه باش يبين خطورة القضاء القضاة ثلاثة لكاتيجوري الصناف من القضاة إلى 2 في النار و1 في الجنة يا لطيف رسول الله 2 كاتيجوري في جهنم يوثات الشم الجنة شو من بعد في كد التوضيح إلى رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة يون القاضي يسن الحق يفهم الحق ويطبقه وقيم بروك عليه هذيك من الجنة ماذواير ورجل عرف الحق فلم يقضي به اسمه تفضي القاضي يظهر الحق ميقوث يطبق وقال الشم جهنم وجار في الحكم فهو في النار ويضل التروازيم كاتيجوري
ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس عن جهل فهو في النار. وغابي بريكان أوري السين الحق أورثي يفهم يقضى في الناس عن جهل وكذا ذي النار خطروا رجته دارها يخدم على ثموسنيس باش يوض إلى مستوى الحق. الحديث هذه صحة رواه الأئمة ابن ماجه الترمذي النسائي أبو داود. الحديث أنكروا السيدة عائشة هيد يروان ثناد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين سلاسل في صلاة والسلام شو دينا يدعى القاضي العادل. القاضي العادل يوم القيامة أد يسهر فسن ربي فيلقى من شدة الحساب ياكل إزافير اللي قاعدين في اللاس شحال تلوفا أكل ملات ما يتمنى تلمون يطول طاس ولا نسالي عدي دي لا جوستيس ديفين هذه عدي إن شاء الله ما يسيرين ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. هذه السير مسين كان الزريغ هكا السيري مغلو كانوا الحكيم غارة يرسين ذي الدونيثيو مازال ولا يثمثني ظول أسن كمل ذي الحلقة ذي الدون في موضوع القضاء. والسلام عليكم ورحمة الله. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام